المنتخب الوطني الجزائري مباراته الودية التي جمعته بنظيره السويدي في مدينة هوتسكوم السويدية، وذلك بنتيجة 4 أهداف ل3، حيث كان المنتخب الوطني الجزائري متأخرا في النتيجة في بداية الشوط الثاني ب4 أهداف ل0، لكنه عاد بقوة في 25 دقيقة الأخيرة من المباراة، حيث سجل أهداف المباراة للمنتخب السويدي ستامبري وكيم سيما سجل هاتريك، فيما سجل أهداف في المباراة لصالح المنتخب الوطني الجزائري رامي بن سبعيني ونبيل بن طالب، وكذلك إسماعيل بن نصر. المباراة استخلص منها المدرب الوطني فلاديمير فيتكوفيتش الكثير من النقاط، واقتنع بكثير من الأشياء، أهمها أن هناك عدة لاعبين انتهت صلاحيتهم في المنتخب الوطني، على سبيل المثال بغداد بن نجاح، وكذلك سعيد بن رحمة ورياض محرز وإسماعيل بن ناصر كل وعيسى مندي ومحمد فارسي أيضا، الذين لم يقدموا المستوى الذي عاهدناهم عليه. فيما استخلص كذلك فلاديمير فيتكوفيتش عدة نقاط إيجابية، وهي ردة الفعل التي شاهدناها من طرف المنتخب الوطني الجزائري، حيث قلنا بأن المنتخب الوطني الجزائري كان متأخرا في النتيجة ب4 أهداف ل0، وكانت له ردة فعل قوية جدا، وكاد أن يعدل النتيجة في آخر الدقائق لولا الفرص التي ضيعها بغداد بن نجاح. 3 فرص حقيقية ضيعها بغداد بن نجاح. الأسباب التي جعلت المنتخب الوطني الجزائري يعود بقوة في المباراة هي تغييرات المدرب السويسري فلاديمير فيتكوفيتش. أدخل نبيل بن طالب، بنزيا وعطال ومازا وشايبي. هذا ما منح المنتخب الوطني التوازن في خط الوسط، حيث لاحظنا منذ دخول نبيل بن طالب منح نبيل بن طالب الذي سميته أنا أنه العائد من الموت، منح التوازن بين الدفاع والهجوم، وكان يأخذ الكرة من الدفاع وينقلها إلى الهجوم، وهذا ما كان يفتقده المنتخب الجزائري طيلة الشوط الأول. نعود الآن إلى تصريحات التي عقبت المباراة من فلاديمير فيتكوفيتش قال بأن المباراة مفيدة جدا بالنسبة لهم، وأنهم سيعالجون الأمور التي أخطأوا فيها، وقال بأنه الأمر الذي أزعجه كثير من طرف لاعبيه هو أنهم تركوا المنتخب السويدي يفرض أسلوبه على المباراة، وكذلك الأمر الذي أزعجه أيضا هو الحالة البدنية التي كان عليها اللاعبين غير جاهزين تماما. وأيضا قلنا الحارس، أريد الإشارة إلى أنطوني موندريا لم يعد أعتقد بأنه خلاص انتهت رحلته مع المنتخب الوطني الجزائري، وهذه آخر مباراة في اعتقادي، لأنه فلاديمير فيتكوفيتش قد منح الفرصة الأخيرة لأنطوني موندريا ولم يقنع، وأعتقد بأنه هذه آخر مباراة بالنسبة إليه. وكما قال فلاديمير فيتكوفيتش أنه هذه أول خسارة منذ عام بالنسبة للمنتخب الجزائري، حيث تعود آخر خسارة للمنتخب الجزائري في عهد المدرب فلاديمير فيتكوفيتش إلى مباراة غينيا التي خسرها على ملعب نيلسون مانديلا ب2-1 في إطار الجولة الثالثة لتصفية كأس العالم 2026. لك أعتقد أن البارحة شاهدنا في المواقع والبلاطوهات أن فلاديمير فيتكوفيتش قد تعرض لعدة انتقادات
لا دعاء. وأنا أقول بأن فلاديمير فيتكوفيتش يمتلك شخصية قوية جدا، وهو مدرب قوي جدا. قد تأهل لكأس العالم مرتين، تأهل إلى ربع النهائي اليورو. هذا يجب الصبر عليه، لأن الصبر عليه لا يجب الانتقاد، يجب أن نقف على المنتخب لا يزال في مرحلة انتقالية. يجب علينا أن نقف إلى جانب المنتخب، ولا نتركه، ولا نطبل. هذا أنا أعتقد الأطراف الخارجية بالنسبة لي، بأن الأطراف الخارجية اقتنعت بأن المنتخب الجزائري قوي بعد عودته القوية في مباراة البارحة. لكن أشباه الصحفيين أقولها بصراحة العبارة، هم من يطبلون يقفون مع المنتخب حينما يكون فائزا، ويقفون ضد المنتخب عندما يخسر المنتخب. وشكرا جزيلا، وأسأل الله العلي القدير أن قد وفقت في أن أكون في حسن ظنكم، وتقبلوا تحياتي. كان معكم سيد محمد الإسلام.